ألسنتكم منه سلاما ولا تهاجموا ولا حاجة. المغرب ألا ترى معي أنه حالة من الهوس، أنتم فيكم هوس، فيكم خبل. حميدو، السؤال كان شوية محرج. تفضل يا أخينا اللي بعده. ثلاثة السلام عليكم. 31 مدري ايش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا راح أتحدث باللغة الجزائرية. أنت راك تقول حنايا رانا نعطوا أرقام تاع الشهداء ورانا مخربقين ورانا ما نهضروش غاية من 1830 حتى يا اخي ماهوش موضوع الشهداء يا اخي، حتى كونوا 12 مليون. نوضح لك واحد الامر نوضح لك واحد الامر. لا يا اخي بعدين انتم تتحسسوا من موضوع الشهداء، خلوا الشهداء راقدين يا اخي، والله العظيم بلاهم. ما نتحسوش احنا حقيقه، هذه ماشي نتحسوا، هذه جدودنا. ما هي احنا ما نتحسوش. طيب قول، هذه حقيقه. قول طيب، قول. انت راك تقول باللي كنا 11 مليون. ايوه احنا قعدنا من 1830 حتى 1962 قعدنا 11 مليون. ايوه ها وش دراني؟ انا ما فهمت. انا لا افهم في الرقم. المده شحال كاين المده بين 1830 حتى 1962. اخي الله يرحم لك الوالدين، اذا تريد الرقم انا روح عند بويا عمر ولا عند العم تبون. انا والله ما افهم في الارقام. ما تفهمش الارقام صح. الارقام التبونيه، الارقام التبونيه ما افهمهاش خالص. اخي ما تفهمش في الارقام ما تغامرش وتهدر. خلاص يا اخي انا بطلت توبه من اتكلم في الارقام. خلاص صافي. العلاقات الجزائريه الفرنسيه بعد الاعتراف الفرنسي بمغربيه الصحراء اين تتجه؟ احنا عندنا حكماء وعندنا رئيس وعندنا جيش والحمد لله هما يسيروا في هذا الوطن. هما حكماء، هما اللي غادي يحكموا العلاقات بين فرنسا والجزائر. من هم يا مشرف شفنا عبد الملك هذا يسد المايك ولا نزلها يا اخي؟ ودائما عنده مشاكل، دائما اتصل بنا من الحضانه. شوف اسمع عبد الملك دائما يلعب مع العيال. عبد الملك يا اخي يمكن ما لعب شو صغير، ماله معلق ولا كيف يا اخي؟ يا مشرف دير ميوت معليش، ما عادش موجود في القست، يمكن قد طلع فوق. يلا كمل يا اخي كمل. أنا قلت لك كلام صحيح، يعني جاوبتك على السؤال تاعك. طيب يا أخي طيب أنا أريد أسألك سؤال آخر. أقول لكم تفضل. لحظة خلني أشيل هذا. أنا عارف أنتم تتحسسون جدا من هذا الصورة. خلوني أشيل هذا. لا جمع ما قال الجزائريين احنا نتحسسوا عليه. لا تتحسسوا من لمن؟ لأنه خلينا من فرنسا. لا صح. سؤال ايه لماذا ما هو لماذا زعما من تتكلم على الجزائري تقول كلكم؟ علاه؟ لا ما اقول كلكم ابدا. راك تضحك شفت كيفاه؟ راك تقول كاع كلكم جزائري. والله ما اقول كلكم، والله ما اعمم. انا لا اعمم عليكم كلكم. اتمنى انكم تكونوا. الله يهدينا ويهديك. طيب انا سمعت اقول لك انتم يا اخي ما عاد خليتوا لكم. انتم الان اصبحتوا في عزله. الجزائر الان التوانسه لحظه، المغاربه طفشانين منكم. التوانسه قدم بيبغروا منكم، قدم طفشانين. الان في نداءات تونسيه لاغلاق الحدود بعد تدفق. انت راك تقول كيما هاك انت. اصبر يا اخي اصبر اقول لك. والله اليوم انا طفت اليوم في التيك توك التونسي، لقيت كلهم فاتحين على انه لابد من مناشدات لحكومتنا تقطع الحدود مع الجزائر. كلهم مش كلهم، اقول لك انا اكلمك على التيك توك يا اخي. التيك توك اكلمك على التيك توك. لا حول ولا قوه الا بالله. انتم من عاد معاكم يا اخي؟ موريتانيا
مخليتكم، المغرب كشفكم، تونس كشفنا الآن بدأت. أي المغاربة فاش فضحوكم يا كشفنا رجل. فاش؟ والله ما حد بين احنا عواركم ومستواكم مطبعين، مثل احنا المغرب. طبعنا مع الاسرائيليين. هل أنتم عندنا مطبعين مع أنفسكم هل أو عندنا تطبع مع نفسك صهاينه أنت؟ في بلادنا؟ ما عندناش. ما احنا أنت احرار بحاجة. ونبقوا احرار الحمد لله، وإحنا ابناء أخي الشهداء، وإحنا ناضلنا وجاهدنا ودينا بلادنا بدرعنا أي والله. الحمد بس لله، المغاربة والعالم يشهد فضحوكم. علينا الحمد لله. أخي شوف، أنا لا لي دخل إنك حر ولا مش حر، ولا لي دخل جدك شهيد ولا لا مش ليك شهيد، دخل، ليك دخل، ولا لي دخل. ليك دخل. لا لحظة يا أخي، لأنك لحظة. تتكلم لأنك يا تتكلم. عيبا يا عيبا يا صاحبي. شوف، أتكلم هاي روح. الحجر حق عمي تبوناي، الحجر حق عمي تبون اللي يخرج من الصف. أنا أرجوك اسمع الكلام، أنا أفدى لك يا أخي. اسمع، أي اسمك يا اسمك حط الحجرة، حط الحجرة، خاطر أنا عندي حجرة كبيرة عليها. أي اسمك أنت يا أخي؟ اسمك ما نقولكش اسمي، لا أرى اسمي هذا اسمي أنا مسؤول أنت قلت عليه. حر وجدك شهيد وبطل، ما ليش خايف؟ مانيش خايف منك ولا من خافت من واحد. من ايش خايف؟ من شنقريحة، من المخابرات؟ والله ما نخاف أنا، والله ما ليش نخاف. خايف؟ ما توضح اسمك. شوف أنا باسمي وصورتي وكلي وجه. ليش خايف؟ من ايش يا مسؤول أنا عن حر. نفسك، كل واحد مسؤول عن نفسه. أنا حر، أنا بطل، لا وجدي شهيد، وفرنسا لا ما أقول لك، قول لي اسمك. ما قال لي، ما داري ايش اسمه. ما نقولكش اسمي، أنا اسمي هذا أنا مسؤول على اسمي. أنا عارف اسمك، بيطلع صبح ما مساء. أنا سموني الأخضر. أي الأخضر الإبراهيمي. نعم. خلاص يا الأخضر. أغني لك أغنية على الأخضر؟ لا ما تغني لي، خلينا في النقاش. طيب قل لي، لماذا أصبحت الجزائر في عزلة يا أخي؟ ما عاد معكم ولا دولة صديقة. لا هذا كل شيء كذب. ما رانا في عزلة ما ولو، بالعكس. ايش العكس؟ احنا في السيادة، احنا في الريادة يا رجل. مصدقين نفسكم انتم؟ مصدقين هذا الاسطوانة؟ انتم في الريادة الحمد لله. انتم شواكر. الملتقى التالي هذا، شفت ماكرون جاي عند تبون ولا لا؟ انا شفت القبلات. وشفت هذاك تاع الامارات اللي كان يحلف وجا عند تبون ولا لا؟ شفته ركع مسكين. ايوا صاي، زعامة نقعدوا زعامة. الله اكبر. يا طيب سد المايك، خليني اسمع صوت واحد ثاني. شكرا لك يا اخي. مغاربة خوتنا، الشعب، نهضر على الشعب. مغاربة خوتنا. ما فيش حاجة في المغرب اسمها شعب وملك. هو الملك شعبي والشعب ملكي. أنا نتكلم على الشعب، الصداقة تاع الشعب. لا ما فيش حاجة اسمها شعب، ما فيش حاجة اسمها شعب خوتنا. لا ما فيش حاجة، اسمعني، ما فيش حاجة في المغرب اسمها شعب. هناك ملك شعبي وشعب ملكي. لا لحظة هذا رأيي. أنا رأيي دقيقة يا أخي، خلينا نسمع صوت آخر. تفضل يا أخي من تونس، أبو جهاد تفضل. أتكلم. أبو جهاد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تحياتي ليك، تحية لجميع الأخوة اللي معك في الجست. أولا الحقيقة معناها دائما نضطر للتوضيح. أنا شخصيا والكثير متداخلين، نحن نتحدث عن النظام الجزائري أو نتحدث عن كل من يوالي النظام الجزائري. لماذا؟ خاطر بكري الأخ أنا سمعته قال علاش أنتم أنا تكرهوا الجزائريين وتكرهوا النظام الجزائري. بكل بساطة لأن النظام الجزائري يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تهديد إما جيرانه أو إلى افتعال الأزمات بين كل جيرانه. مع المغرب هذه معروفة قضية الصحراء كما مع تونس حتى تاريخيا. يا أبو جهاد والله تستاهلوا. أنا أقول سامحني يا أبو جهاد، أنتم كتوانسة تستاهلوا كل ما سيأتيكم من هذا الدولة الجزائر، لأنكم تفرجتم على المغرب. يعني المغرب من 75 من أيام بومدين وهو يعني يسبوه ويشوهوه وأنتم تتفرجوا. يعني ما فيش كان منكم مواقف. الآن عم البلاء ووصل إليكم. لا تونس كان عندها الحقيقة الموقف يتسمى كما قلت لك، هو يتسمى الموقف التونسي تجاه الصحراء المغربية، موقف الحياد الإيجابي. وفما معناها ملاحظات لازمنا نوضحوها. مثلا في وقت بورقيبة الله يرحمه، رغم له ما له وعليه ما عليه، معلش نذكره هو توا، ولكن في هذا الإطار تحديدا كان يتبنى سياسة صفر أعداء.
بورقيبه كان وقت اللي اخذت الاستقلال تونس كان معناها عنده رؤيه لاقامه دوله تونسيه معناها متطوره، وكان يرفض الدخول في منازعات حتى ولو ادى الامر للاسف قد ادى الى ذلك الى التنازل عن بعض الاراضي التونسيه لفائده الجزائر، اللي كان كما قلنا كان الاهم بالنسبه لي هو بناء دوله عصريه اساسها التعليم والصحه والارتقاء بالمواطن التونسي وبالشعب التونسي ككل، وما كانش يفكر لا في التسليح الجيش وما كانش يخصص ميزانيه ضخمه للجيوش الى اخره. حتى في العلاقه بالصحراء المغربيه كانت علاقته بورقيبه للناس اللي يرجعوا للتاريخ وربما المؤرخين وربما هناك من هو ادرى مني بهذا الامر، بورقيبه كانت علاقته طيبه جدا بمحمد الخامس الله يرحمه ثم حتى بالحسن الثاني، وهذا ما نذكر فيه مواقفهم كثيره جدا في هذا المجال. لكن بورقيبه كان يتبنى تجاه الصحراء المغربيه ما يسمى بالحياد الايجابي. الحياد الايجابي في تفسير نحن هو الاعتراف غير ما زال الحياد الايجابي ما زال ولا اندثر؟ اكيد. شوف انا نقول لك اذا كنت تتحدث عن الموضوع السياسي البحت فالسياسه متغيره، بمعنى انه ربما في الرئيس الحالي الخطوه اللي قام بها باستقبال زعيم البوليزاريو الى اخره ما كانتش محل اجماع عند المجتمع، على الاقل الفئات معناها اللي تعتني الشأن السياسي التونسي ما كانتش محل إجماع. هناك من رأى في ذلك معناها موقف حاول تبريره، وهناك من رفض هذا الموقف باعتباره خروج على هذه السياسة المعتمدة في تونس. هذا معناها صارت اختلافات في المواقف في الشعب التونسي، وهذا يظهر لي راك انا ما نتصورش يخفى عليك اللي حتى وزير الخارجية التونسي الأسبق معناها قال به صافي سعيد قال به، العديد من الإعلاميين أيضا تكلموا عن هذا الموضوع، أنهم كان رأيهم أن هذه خطوة لم تكن موفقة في السياسة التونسية تجاه المغرب، لأن يعني علاقاتنا كما قلنا تاريخيا دائما كان علاقات مميزة ومتميزة مع أشقائنا في المغرب. مجالات التعاون بيننا كثيرة جدا خاصة في المجال التعليمي، في المجال التربوي، في المجال الثقافي الصحي الى اخره، دائما كانت علاقاتنا متميزه. انا مش هذا موضوعي معناها انه المغرب، موضوعي هو الحقيقه قلت عن النظام الجزائري باش نردوا ان هذا النظام لا يمكن ان يعيش وان يقتات الا على خلق الخلافات وخلق النزاعات ومحاوله المس والتدخل في الشان الداخلي. النظام الجزائري حاليا يسعى للتدخل في الشان الداخلي التونسي، يسعى الى نوع من اي تدخل يا رجل، مو تدخل هذا يعتبروكم ولايه معناها تقول انت اكثر من التدخل. لسان حالهم يقول انكم لستم ما في تونس سياده نهائيا. شوف لا الموضوع ليس هكذا، وما يعرفوا الجزائريين الحقيقه يعرفوا. لحظه ابو جهاد شوف دقيقه شوف، المغاربة انتزعوا قرارا من الاتحاد الأفريقي بطرد البوليزاريو من اجتماعات الاتحاد مع الشراكات الأجنبية. هذه أول ما تكون هذه الصفعة في وجه قيس سعيد، لأنه قيس سعيد استقبل إبراهيم غالي وكان الاجتماع الاتحاد الأفريقي مع شريك اسمه اليابان، وهذا في القوانين. يعني طلع رئيسكم لا يفهم حتى في البروتوكولات ولا في الدبلوماسية ولا في حاجة، فبالتالي هو رئيس ضعيف استطاع تبون أنه يحطه في جيبه ويمشيه كما يشاء للأسف الشديد. أنا الحقيقة ما مشي من رأيي متاعك معنا بهذا الشكل، لأنه رئيسنا رئيس كما قلت لك وتعرف الناس كل رئيس منتخب من طرف الشعب، هذاك انتخب انتخابا حقيقيا وديمقراطيا بنسبة كبيرة من الشعب. ما اختلفنا في شرعيته. نعم هو اعتمد سياسة معينة، اعتمد سياسة معينة قد نتفق حولها وقد نختلف، لذلك الرؤساء معناها وسياساتهم معناها هناك احنا في تونس الحمد لله دولة ديمقراطية ما نجموش معناها لسنا قطيع بالضرورة مش تلقانا بكلنا مع الرئيس ولا بكلنا ضده، ما عندناش احنا سياسة قطيع، دائما هناك معناها آراء ومعناها ومواقف مختلفة، والسياسات نعرف احنا السياسات متغيرة حسب المصالح. ربما ما قام به اليوم الرئيس التونسي قد يخالفه رئيس آخر إذا جاءت انتخابات وجاء رئيس آخر قد يتخذ خطوة مغايرة لهذه الخطوة التي قام بها الرئيس التونسي.
فقط أنا حبيت نتحدث على علاقة النظام الجزائري، أو معنى لماذا نحن ضد النظام الجزائري، ضد النظام العسكر. كما قلت، لأنه لا يقتات ولا يعيش إلا من خلال خلق خلافات وخلق نزاعات، لأنه الغاية دائما للنظام الجزائري ليس الجزائر كدولة أو كشعب، بل هو فقط محافظة على النظام العسكري القائم. والأنظمة العسكرية في كل العالم وبالتجارب لا يمكن أن تعيش في ظل معناها أوضاع ديمقراطية، أوضاع متاع حريات، أو أوضاع متاع سلم وأمن اجتماعي سواء داخلي أو إقليمي. الأزمات هي التي تغذي دائما بقاء الأنظمة، هذا معروف. معناها قاعدة عامة الأنظمة العسكرية لا تتغذى. خذ انت شوف من سوريا، من كل الدول، من مصر، من كذا، لا يمكن ان يعيش نظام الا بوجود ازمات سواء على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، لانه غايته هو البقاء، المحافظه على الاشخاص اللي موجودين في السلطه، وليس المحافظه على الدوله او على الشعب. طيب اشكرك، ابقى معي ابو شكرا، بارك الله فيك. The King. The King. السلام عليكم اخ اسعد. اسمك The King. كينج ستار. لا The King اللي قبلك. يا مشرف شوف The King، إذا ما رد نزلته. وشوف هذا كوزا المركوزة، شوف البروفايل حقه، إذا قد نظفه من السفاهات اللي عنده طلعه، إذا ما زال البروفايل حقه متسخ لا تطلعهاش. The King آخر اسم أهلا وعليكم السلام، مرحبا. وش راك الأخ سعد؟ بخير الله يزوجك بخير. هذا نزل ولا نزلته؟ هذه تفضل يا كونجستر. السلام عليكم أخ أسعد. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك لاباس؟ بخير الله يزوجك. الله يزوجك ثاني يا أخ أسعد. وراك مزوج. الله يزوجك. زيد يا صاحبي زيد. والله أسعد، أنا حبيت نرد على تونس. أسعد، إحنا نقولوا تونس ولاية جزائرية والجزائر ولاية تونسية، فهمت؟ والرئيس كل احتراماتنا للرئيس قيس سعيد، وتونس الدولة التونسية وللشعب التونسي هم خاوتنا، فهمت أسعد؟ وتما قلت أسعد، أنت تقول باللي احنا اشترينا قيس سعيد بالمال وانضم إلينا. لو كان جاء قيس سعيد ينشرى، كن شرته الإمارات تقدر تدفع أكثر منا، حاولت الإمارات وما قدرتش تشتري قيس سعيد. إذا قيس سعيد ليس بخائن، وقيس سعيد إنسان وطني لا يشترى بالدراهم. لو كان جاي يشترى كانت تشتريه الإمارات، قادرة تدفع أكثر منا. الإمارات دولة غنية ودول خالي أرفضهم. إذا قيس سعيد إنسان وطني ويعمل مصلحة بلاده. نزيد نجاوبك أسعد على فرنسا. قلت ماذا بعد الاعتراف؟ الأسعد لحد الآن لا يوجد اعتراف. الدولة الفرنسية لم تخرج بأي اعتراف. الدولة الفرنسية أبلغت الجزائر بأنها رايحة تعترف بالجمهورية الصحراء بالمغربية الصحراء. لماذا أخبرت الجزائر؟ خوفا من ردة الفعل تاع الجزائر. وكانت ردة الفعل تاع نعم أنا جايك أسعد، أنا ما تقول لي الله ولا أنا أسعد. وكان خايف منكم الجماعة، لا يعني جايك بعد خلاص تخاف منا نهجموا عليها نحتلوها. لا، ردة الفعل تاع الجزائر. أيوه خليني نكمل أسعد، قطع عليه. كمل أوكي. وكان سمعت أسعد، أنت سمعت البيان، كان الرد قوي ولا لا؟ ولحد الآن شوف أسعد اسمع لحد الآن 3 أيام من الرد القوي تاع الجزائر. فرنسا الآن لم ترد. نتحداك إلى تجيب لي فرنسا 3 أيام من بعد الرد من عند وزارة الخارجية لم ترد. أبلغتنا لأننا نقول لك أسعد، احنا نديروا لها كما درنا لإسبانيا، مصالحها في الجزائر تذهب وفي إفريقيا تذهب. أسعد قلت فرنسا ما مانع. فرنسا حنايا غلقنا عليها المجال الجوي، ما تقدرش تروح له. الفرنسي لما يجي الجزائر لازم له فيزا وما تعطيلوش الجزائر. أما الفرنسي كي يروح عند جيرانه يروح غير بالبطاقة التعريف ويحلق في الأجواء تاعهم. وفرنسا هي اللي تدافع عليهم في مجلس الأمن ضد الصحراء الغربية بالفيتو. وفرنسا دونك فرنسا ليست أماماتهم هما.
طيب لا انا عجيبة. هو السؤال الذي يعني مهم جدا. فرنسا ابلغتكم على اعتبار انكم طرف في الموضوع ولا كيف؟ أبلغتنا تولد في ردة الفعل. شو أسعد، أنا نقدر نقول لك لا لا، لحظة ماذا. لحظة 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 لحظة. شغل لي مخك وابتعد عن العنتريات وانك بطل وانك لا لا مش بتمشي فرنسا. عنتريات. اصبر اصبر. تكلم سياسة، تكلم سياسة، تكلم سياسة. شوف هاي، لا تخرج من الصف. شوف، لماذا فرنسا أبلغتكم أنتم تحديدا؟ هل هو كما وصف أخينا ولد العاصمة البارحة باعتبار أنكم جزء من فرنسا، يعني ولاية فرنسية تحظى بحكم ذاتي، وصورها ولد العاصمة البارحة قال كالرجل الذي ينوي أن يغير شيء في البيت فيبلغ زوجته، يبلغ زوجته يا زوج لحظة يا زوجتي العزيزة، فقط أحيطك علما أنني سأجري تلك هذا. أنت الآن تنظر إلى الإبلاغ أنه أمر إيجابي لكم، بالعكس هو سلبي. هو إما أنه يحتقركم وفقط يحيطكم علما باعتبار أنكم ما زلتم تحت الوصاية الفرنسية، أو أنه يعتبركم طرف وأنتم تنكرون أنكم طرف في الصراع على الصحراء. أنتم تقولوا إحنا وسيط. إذا أنتم وسيط لماذا بلغكم ماكرون؟ نجاوبك أسعد. بلغونا، أنا حسب رأيي بلغونا لمعرفة ردة فعل الجزائر، فراح ترد الفعل تاعها. ليش ترد؟ أنت طرف. أسعد أنت طرف. فاش طرف؟ لماذا ترد؟ لماذا احنا نرد؟ لأن احنا نرد. لأن ما معنى طرف؟ احنا نريد نحتل الصحراء ولا ماذا تريد بطرف؟ طيب موريتانيا طرف في الصراع، لماذا لم تبلغها فرنسا؟ موريتانيا الثاني ضد ماذا؟ ضد هذا الاحتراف. من قال لك اني ضده؟ انا سمعت واحد كان يقول اليوم في سمعت واحد في القهوه. لا سمعت واحد في القهوه. عندك مصدر رسمي اعترض عليه. اوكي موريتانيا لم تعرض. بما نحن كما قال ولد العاصمه احنا ولايه فرنسيه، فلماذا اغلقنا عليها الاجواء؟ كيف انت تغلق متى غلقت يا اخي؟ متى غلقت انت قلت ولد العاصمه قال البارح باللي احنا ابلغتنا لاننا احنا ولايه فرنسيه. إذا كنا احنا في ولاية فرنسية كيف أغلقنا على فرنسا الأجواء؟ فلماذا بلغتكم فرنسا يا أخي؟ خرجني فهمني. يا أسعد أني جاوبتك يا أخي، قلت لك أبلغتنا تريد معرفة ردة الفعل، والدليل على هذاك عندها 3 أيام. احنا أنت اليوم الثالث لم يعني لماذا لم تبلغ ألمانيا؟ لماذا لم تبلغ إسبانيا؟ لماذا لم تبلغ أمريكا؟ لماذا لم تبلغ روسيا؟ ايش معنى أبلغتك أنت؟ بلاغتنا احنا اللي نساندوا الصحراء الغربيه، بلاغتنا احنا المساندين، احنا ندافعوا على الشعب الصحراوي. على بالها احنا راح تكون رده فعل من عندنا. احنا ضد الاحتلال اسعد، فهمت؟ ضد الاحتلال. انا جاوبتك لماذا فرنسا لم ترد. لا ما دام ان فرنسا تخاف منكم كل هذا الخوف. لا ما قلتش تخاف مني، لا تمرر مغالط، لا قلت تخاف، قلت لك احنا تتخلع منكم. خلعتوها. ما تخلعناش. لا خلعتوها. مصالحها راحت لا بالمفهوم التبوني البطل واحنا ابطال. الله يركعنا امها. لا ما تمرش مغالطات اسد. لا احنا ركعنا امها، دقينا ماكرون بالحجر. لا ضرب بالحجر. لا احنا ما ركعنا فرنسا. ركعنا فرنسا. لا انتم ركعتوا فرنسا. لا ركعتوها. ما نركع فرنسا. احنا رايحين فرنسا خايفه منكم. فرنسا خايفة من ردة الفعل الجزائرية فبلغتها يعني. طيب هي ما استشارتكم أصلا. لو كانت خايفة منكم كان ناقشتكم قبل، قالت لو سمحت يا عم تبون. يعني تخيلوا ماكرون رئيس فرنسا يأتي إلى العم تبون يقول له تبون لو سمحت يا عم تبون أنا ناوي أعترف بالصحراء وأعترف بالحكم الذاتي. ممكن يا عم تبون؟ ممكن. لا حصل هذا أقول والله خايفين، لكن هو أصلا جاء كلمك بعد أن اتخذ القرار أصلا. يعني أنت ولا حاجة بالنسبة له. أسعد أنا ما تقدرش تمرر معايا المغالطات. أيوة أنت ما شاء الله عليك، أنت ناصر بوريطة. ماشي بوريطة. أنا بقصد ذهابي، أنا ماشي بقصد ذهابي. لا أنت ما شاء الله عليك، أنت عبقري في الدبلوماسية. اسمع أنت تحب تسمع ولا
اسعد انا قلت لك باللي فرنسا ابلغت لا تريد معرفه. انا حسب رايي تريد حنا لما اسبانيا اعترفت حنايا درنا عليها عقوبات. فرنسا تحب تعرف رده الفعل. اسعد العام احنا عاقبتوا اسبانيا 2 مليار أنتم. خسرت 2 مليار في العام 2 مليار. الله اكبر. ايه روح أنتم اسعد والله الاسبان اعترفوا بها، اعترفوا بالعقوبات. بالعقوبه بل خسروا 2 مليار. بيش عاقبتهم انت يعني؟ ما هي العقوبات اللي عاقبتهم بها؟ ماذا منعت عنهم الحدث؟ اسعد ما نشتروش عليهم. ها؟ ما نشتروش، لا نشتري من اسبانيا. وايش تشتروا انتوا؟ ايش تشتروا من متى انتوا تشتروا اصلا؟ كنا نشتروا اسعد، كنا نشتروا عليهم الابقار، كنا نشتروا عليهم هذوك الصوالح تاع الفخار، كنا نشتروا عليهم بعده اشياء، وعندهم شركات في الجزائر قاطعتوها وخسرتوها كم مليارات. اسعد روح ابحث والله العظيم هما يسترفوا الاسبان 2 مليار، وفي الاول 2 مليار في العام خسروها. وفرنسا حبت تعرف كيف راح تكون ردة الفعل. اسعد انت سمعت البيان ولا ما سمعت؟ تقوليش ما سمعتش البيان. والله اقسم لك بالله والله اني سمعته. روح شوف، روح اقرا البيان. بيان شوارعي رقم 1. لا اسعد ما كان لا شوارعي، ما تقدرش تنكر الحقيقه. بيان شديد اللهجه، و3 ايام بعد لم ترد فرنسا، وفرنسا لم تعترف بعد، لم تخرج. نتحداك الى تجيب لي باللي فرنسا خرجت وقالت احنا اعترفنا، ولا ردت على البيان تاع الجزائر. ونزيد لك حاجه، الاكذوبه اللي خرجوها هما باللي قالوا طردوا البوليزاريو. انيس إيه؟ حميد اوكي، غير في الاكونت يا اخي. انتوا الاسماء الاجنبيه هذه يا اخي. اسعد هذا اسم تاع شركه اللي نعمل فيها اسعد. صافي اوكي، شكرا لك. اذا خليك معنا انت. اخي شاهين تفضل، ثم الاخ ما ادري ايش بقيه الاسم. كمل يا شاهين. السلام عليكم استاذ اسعد. اهلا مرحبا. وانا ابدا بهذه الكلمه، سأبارك لدوله وسأعزي لدوله، وكلتهما شقيقتان الى ليبيا. اولا نبارك للمملكه المغربيه الاعتراف من فرنسا. ثاني حاجه نعزي الشقيقه الجزائر، لاني اسمع صوت صراخ البارح على الحدود الليبيه الجزائريه، وكنت سأذهب وأعزيهم ولكن لم يكن الوقت صالحا للعزاء. فأنا مثلا أوجه كلمة بسيطة للجزائر. المغرب لا تنتظر أصلا من فرنسا الاعتراف، وماكرون كان يطلب من الملك محمد السادس بلقائه وأن يجلسوا مع بعضهم حتى في غرفة مغلقة وفي جلسة مغلقة، والملك كان رافض للفكرة هذه أصلا، ولم تستنجد المغرب باعتراف فرنسا. اليوم 50 عاما المغرب أمام أنظار العالم أجمع، لم تنتظر من أي دولة أن تعترف. اعترفت بي أوكي، لم تعترف بي الله معك. المغاربة لا محتاجين لك لا ثقافيا ولا علميا، ولا محتاجين لك من أي ناحية مادية أصلا. لأن يا رجل يا شاهين، نعم. يقول لك هذا ركع إسبانيا وركع من المغرب وركع فرنسا، كيف ما يركع المغرب؟ والله نحن نرى 50 عاما لم يتم تركيع المغرب. وانا اريد ابلغ اخي الجزائري، لماذا فرنسا لم تبلغ ليبيا مثلا؟ على حسب ما قال التاريخ ان ليبيا هي من اسست البوليزاريو، وان القذافي هو من اهدى هذا المولود الى الجزائر. لماذا مثلا فرنسا لم تقول الى ليبيا شكرا لك على انسحابك من هذا ما يسمى بالبوليزاريو، وانا يعني بديت الخطه اللي انت بداتيها يا ليبيا، وانا اليوم اعترفت بانها الصحراء مغربيه. ولماذا لم تبلغ كذلك تونس، رغم ان النظام التونسي داعم كبير، دعم معنوي، دعم سياسي للجبهة البوليزاريو، وكذلك استقبال إبراهيم رخيص في تونس. من قال لك أن النظام التونسي داعم؟ نعم، استقبال إبراهيم غالي، هذا ماذا يعني أستاذ أسعد؟ كانت غلطة. هذه ورطة مو غلطة. انك انت تعادي المغرب، هذه ورطه لا تسمى بغلطه استاذ اسعد. انا من وجهه نظري لا احد قادر في المنطقه على ان اسقاط المغرب ولو كانت دوله ليبيا اليوم، لان هي مملكه وليست جمهوريه او جماهيريه بصراحه. فانا صراحه ابارك للشعب المغربي عظم الطموح. ثاني حاجه، انتم لطالما ضد الاحتلال. اليوم البوليزاريو احتلت ندوف، لماذا لا تخرجوهم من اراضيكم؟ لان انتم ضد الاحتلال، لماذا لا تتظاهرون؟ شوف استاذ اسعد، الام لما تنجب ابن بطريقه غير شرعيه لابد أن تتخلى عنه، والجزائر أنجبت
أنجبتها فرنسا بطريقة غير شرعية، وأحيانا أمهات تنجب أبناء بطريقة غير شرعية. لحظة أكمل كلمتي بدون أن تقاطعني. يا اخي هو يوصف، يعني يضرب لك مثال ان انتم ما زلتم تحت الحمايه هذا. اكمل يا شاهين. نعم. شوف استاذ اسعد، احيانا الام تغلط وتنجب ابن غير شرعي ويكون الابن صالح، وهذا ليس ذنبه، وهذا ذنب امه لانه انجبته بهذه الطريقه. لكن الجزائر لم تكون صالحه او تكون بارة بامها فرنسا، اتت ابنه غير باره وطبقت مقولة الابن الغير شرعي قولا وفعلا الجزائر مع جيرانها. إذن طيب أبسط مثال، اليوم ليبيا ليس لديها رئيس، لماذا الجزائر لم ترجع المشير؟ يا أخي لو سمحت لا تفتح عشان ما ينزلك المشرف يا أخي لو سمحت. بصح هذا تجاوز كونغستور. يا أخي أنا الله يا أخي بيجيك الدور بعدها مباشرة يا أخي. يا الجزائري توشك تدير هنا اخي الجزائري توشك تدير هنا يا اخينا يا اما تسكت يا اما تنزل، الله يرحم لك الوالدين اذا سمحت. ايوه خليك هذا. طيب يا شاهين يوضح لهم التشبيه يا اخي، لانهم الان يعتبروك قاعد تسبهم. التشبيه لا أسبهم. أي شيء أتى ما بني على باطل فهو باطل. أستاذ أسعد، الجزائر خلقت بطريقة غير شرعية عن طريق فرنسا، صنعت بأراضي تونسية ليبية مغربية مالية موريتانية. تعطيني الحق نرد عليهم بعد. سأعطيك حق الرد. أنت تريدون البوم الليبي، أنتم تريدون البوم الليبي، ما تريدون شيء، لأن أنا طيب والله البوم يجلد. شوف لا اله الا الله، والله نساني. قلت له ما بني على باطل فهو باطل. والله تقاطعوني الجزائريين، تنسونا بالكلمات، احنا دوبنا نجمع لما نطلع قسد. سبحان الله. شوف استاذ اسعد، احنا كليبيين عندنا امل بسيط اللي هي المغرب، لان هي انا ليس مدحا لانها تستقبل الاطراف المتنازعه في ليبيا، لا بالعكس، هي من وحدت اليوم اطراف ليبيا، وهي من جعلت لدينا حكومه بفضل نصر بوريطه، وهو اللي القى بهم في الصخيرات والى غيره. واليوم بعد اسبوع ان شاء الله في اجتماع كذلك في المغرب من قادر على اسقاط المغرب، رغم انكم قطعتوا عليهم الكهرباء وقطعتوا عليهم الغاز وقطعتوا عليهم الى غيره ولا غيره. انا اول ما درست على موضوع الصحراء رايت ان الانتصار مغربي وليس جزائري. ابسط مثال استاذ اسعد، الاراضي المغربيه على مر التاريخ تمتد الى بشار والى غيره. هم اليوم البوليزاريو انفصاليين مغربيين يعيشون خلف اسوار الحدود الفرنسيه المجاوره الى المغرب، يعني هم لم يذهبوا الى بعيد، هم لا باقون في ارضهم في تندوف اللي هي اراضي مغربيه ستسترجع باذن الله، والمغاربه في صحراء. شاهين انا سؤالي لك، يعني انت قاعد تنفخ في المملكه المغربيه، تنفخ فيها بالذات، يعني لا يستطيع احد تركيعها. طيب خليني اقول لك يعني ليش يعني ماذا تمتلك المغرب لا يمتلكه الجزائر وتونس وليبيا؟ ما السبب؟ اللي هو لأن هي حكم مملكة. الحكم المملكة يختلف عن حكم الجمهورية أستاذ سعد، لأن كل 4 سنوات يتجدد رئيس بعقلية جديدة وفكر جديد. مثلا تونس كان نظام برلماني، أتى قيس سعيد أصبح نظام رئاسي. ليبيا سقطت لأنها كانت ليس لديها دستور، لم يكن هناك برلمان في عهد معمر القذافي، كان هناك الكتاب الأخضر واللجان الثورية والمؤتمر الشعبي العام وسلطة الشعب وإلى غيره. لما تكون الدولة تحت عائلة واحدة وحكم عائلة واحدة حيكونون من نفس النسل ومن نفس الجينات ومن نفس التفكير، لهذا لم تسقط المغرب رغم تكالب الأمم على المغرب. أنا من وجهة نظري موضوع السبت ومليلي هذا خصيصا هو أزمة للعرب بصفة عامة، ليس أزمة المغرب. من يتشمت في المغرب بموضوع سبت ومليلي بدل أن نقف معهم نقف ضدهم ونتشمت فيهم، لأن هذه ضريبة الفتوحات الإسلامية التي فعلوها العرب في أسبانيا وإلى غيره، لأن أسبانيا سقط منها المسلمين في 1492 وهي احتلت في 97 بعدها بعدها ب5 سنوات. هذه ضريبة يجب أن نقف مع المغرب، لا نقف ضدهم. المغرب مدرسة، وأرسلت لنا عبد الواحد الدكالي معلم القرآن في ليبيا، وتعلم على يده عبد السلام الأسمر مؤسس الجامعة الأسمرية لحفاظة القرآن في ليبيا. يعني هناك فضل في حفاظ القرآن اليوم لليبيا، وهذا يمتنون به احنا الليبيين للإخوة المغاربة، لأنهم
لنا فرنسا، وسيكتب اليوم على الشوارع الجزائرية أستاذ أسعد: سيغفر الرب للجميع إلا لإمامنا فرنسا لأنها غدرتنا أمام أنظار العالم. طيب شكرا لك. قبل أن أنتقل إلى الأخ التونسي أعطي الأخ كونغستر حق الرد. تفضل دقيقتين يا أخي. اولا اخ اسعد، انا ما ننجرش انا الليبي، حبيت نقول هذا الليبي بان الليبيين اخواتنا، احنا نحبوهم يحبونا، ولهذا احنا درنا اتحاد معاهم، ولا هو كان مرتزق ذاك شأنه. احنا ما ننجرش نسب كما نقولوا حنايا الليبيين اخواتنا، نقول من عاود بانهم اخواتنا. وما هدر على قيس سعيد، القيس سعيد راجل ووطني، لو كان جاي يشترى، لو كان شراته الامارات، الجزائر ما تقدرش تدفع اكثر من الامارات. لا ما كاش حاجه تشكك في قيس سعيد، وطنيته والرجوله تاعو، وانتهى الامر. شكرا. الأخ تونسيين تونس تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أسعد الشرعي. مرحبا. أستاذ أسعد، نتصور المنصة نتاعك تاع ناس ماهيش مراهقة. هذا شاهين، هذا إنسان مراهق، ونعاودها لك مرة ثانية، راهو عمره أقل من 18 سنة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، راهو تونس ذات سيادة ما يتدخل فيها حتى بلاد، لا الجزائر لا المغرب لا ليبيا لا أي دولة في العالم. كما قال لك شريتها الامارات، اللي نتصور فلوس الامارات اكثر من فلوس الجزائر بارشا. والحاجه الثانيه، اذا كان احنا نستدعوا ابراهيم غالي في بلادنا، هذه حاجه تهم كانت توانسه، ما تهمش حتى انسان اخر. احنا الرئيس نتاعنا ما نستقبلوا احنا كشعب، ما نستفيدوا حتى شيء. شوف نعاودها يا استاذ اسعد الشرعي، رانا احنا اسمك الكريم. اسمي مروان. مروان، انت يعني قمحة مقلية عفى عليها الزمن مثل جبهة البوليزاريو، ماذا تستفيد أنت أنه يصور رئيسك قدام إبراهيم غالي؟ هو تكون تلك أوامر جزائرية، تبون قال لكم استقبلوه استقبلتوه، لا تعمل فيها أبو العري. شوف استاذ اسعد، هو الاتحاد الافريقي هو اللي استدعاه في تونس، كيما هما تو في المغرب هما تبعوا استقبلوا صهاينه في بلادهم، ما جاش واحد تونسي قال لهم علاش تستقبلوا ولا واش استقبلتوا، حتى التونسي ما دخل فيهم، وهما ما يحبوا حتى انسان يدخل فيهم. اوكي. احنا يعني نحب نسال المغاربه سؤال. توا احنا استقبلنا ابراهيم غالي، وبعدها باسبوعين ممكن ولا شهر اذا كان على اكثر، معناها على بعد بشهر استقبلوه جنوب افريقيا. علاش الهجمه هذه الكل اللي عملتها على تونس، وعلاش على جنوب افريقيا ما عملت حتى هجمه وما تكلموش المغاربه؟ سؤال جميل سيرد عليه فليتوكس. ولو انه جنوب افريقيا هي معاديه، هي في خانة العداء من زمان، هي داعمة للبوليزاريو من زمان، لكن أنتم كنتوا في خانة الحياد الإيجابي، كنتوا في الوسط. لكن باستقبالك لإبراهيم غالي كأنك تقر به رئيسا للصحراء، وبالتالي أنت هنا تتبنى الطرح الجزائري بتشطير المغرب. هل ترضى أنت أن المغرب تقسم؟ أنا شوف، ما دام رئيس يستقبل وما دام رئيس يمثلني، ما عنده حتى دخل. التوانسة عندهم الوحيدين دخل أنهم يجوا ضد رئيسهم ويقولوا علاش